هو صحيح الدجال ممكن يكون عايش وسطينا؟ هو ممكن يكون ظهر في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ اسمع الفيديو ده معايا للآخر واحكم انت بنفسك. اسمع قول الصحابي أبو ذر رضي الله عنه، قال: لئن أحلف 10 مرات أن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به. طب يا ترى مين هو ابن صياد ده اللي خلى الصحابة كلهم يشكوا إن هو ده الدجال؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تخبأ له، يعني كان بيراقبه وكان بيشوفه من بعيد. في يوم من الأيام ابن صياد انتفخ زي بالظبط النفخة اللي هينتفخها بسبب غضبته، زي ما اتذكر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل ما ابتدي الحكاية تعالى أسألكوا سؤال: هل الكاهن أو العراف هل بيقدروا يعرفوا فعلا الغيب ولا إيه الحكاية؟ ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي يوحي أمر للملائكة، كل الملائكة بيغمى عليها ما عدا الملائكة المقربين، هم دول بس اللي بيسمعوا الوحي من ربنا، ودول اللي بيكونوا في السماء السابعة. وبعد ما بيفوقوا الملائكة التانيين بيجوا يسألوهم ايه هو امر ربنا، وبعدين الملائكة يتناقلوا الخبر ما بينهم في السماء الدنيا. وفي السماء الدنيا في شياطين اسمهم شياطين المردة، والشياطين المردة دول قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيقدروا يتجولوا في السماء الدنيا، اللي هي السماء الدنيا اللي احنا بنشوفها دي والتلاتة اللي فوق. اما السماء الخمسة والسادسة والسبعة ما كانوش مقفولين قبل مولد سيدنا عيسى ابن مريم. وبعد مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتمنع المردة من التسلق للسماء الدنيا. ولكن هل هم وقفوا تماما عن ان هم يسمعوا اخبار السماء؟ لا، الحقيقة ان هم لسه بيحاولوا لحد دلوقتي ان هم يسمعوا اخبار السماء، ولكن ربنا بيسلط عليهم الشهب انها تحرقهم. بس في بعض المردة بيقدروا ان هم يسمعوا الاخبار، وهحكي لكم ازاي. المردة دول بيعرفوا يكذبوا كتير جدا، وكمان بيقدروا يقنعوا حتى الكهنة والعرافين ان هم ملائكة من السماء وان هم المقربين الى الله. ولما يجوا يقولوا للعراف او الكاهن خبر، بيقولوا له خبر واحد صدق و100 خبر تاني كذب، لحد ما يختلط عليه الامر ما بين الحق والكذب. طب ايه الفرق بين الساحر والعراف؟ العراف هو اللي بين الاخبار امثال آل عبد اللطيف وغيره، ولكن الساحر هو اللي بيعمل اعمال السحر والاذى اللي بتفرق ما بين الازواج وغيره. قبل ما احكي لكم حكايه ابن صياد، هدوا النور، سماعات في ودانكم، قهوتكم. انا اسلام انور. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب على اليوتيوب، تعملوا لي لايك وكومنتس، لانه ده بيدعم المحتوى. يلا بينا. صافي بن صياد او عبد الله بن صياد، وهو راجل من اهل التوراة، وكانوا بيقولوا ان هو اسلم او كان بيدعي الاسلام، او من المنافقين اللي كانوا بيبقوا موجودين في الوقت ده. ابوه وامه جابوه بعد سنين طويلة جدا من الام كانت كل مرة بتحمل وتسقط وتحمل وتسقط لغاية ما جابته بعد 30 سنة. ولكن من وقت ولادته وهو شخص عجيب، وكان فيه مواصفات المسيح الدجال من وهو صغير، والمرضى كانوا بيقدروا يسيطروا عليه، وكانوا مفهمينه ان هو نبي، وكانوا بيقولوا له اخبار اللي طبعا منها الحقيقي ومنها الكذب، وكان بيتكهن بامور كتيرة جدا من وهو صغير، وكانوا الناس كتير بتصدقه لان هو كان فعلا بيقدر يقول حاجات كتير كانت بتبقى صح. وطبعا ضعاف الايمان من اهل المدينة زي اللي في عهدنا دلوقتي بيصدقوا ليلى عبد اللطيف وغيرها، هم اللي صدقوه ومشوا ورا كلامه. وبدأت اخبار الطفل ده توصل للصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وده اللي خلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ان هو يروح للطفل ده. وراح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان معاه الصحابة، وكان على يمينه سيدنا عمر، وقرب منه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وخبطه على كتفه وشده. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له: أتشهد بأني رسول الله؟ قال له ابن صياد: نعم، أشهد بأنك رسول الأميين. والأميين هنا يقصد بيها اللي هم ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، وفي أقوال تانية إن هم العرب، وفي أقوال تانية إنه نسبة إلى أم العرب. وبكل بجاحة قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: أتشهد أنت يا محمد أنني رسول الله؟ وهنا الصحابة غضبوا جدا، لأن يتأكدوا إن الأخبار اللي بتوصل لهم عن الطفل ده كانت حقيقة وإنه بيدعي النبوة. ووقتها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ضربه ضربة شديدة جدا، وقال له: آمنت بالله ورسله. وشوف هنا حكمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الرد والتصرف،
لأنه هنا بيقول له إذا كنت أنت فعلا رسول فأمنت بيك، ولكن إذا كنت أنت بس موهوم من المرضى فلا. وبعدها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حب يختبره اختبار عشان يأكد للصحابة إن هو كذاب. فسألوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال له إيه اللي أنت بتشوفه من أمر النبوة؟ قول لنا إيه الأخبار اللي أنت بتعرفها أو الحاجات اللي أنت بتعرفها. فرد ابن صياد رد أكد للصحابة إنه كذاب ومشعوذ. فقال ابن صياد يأتيني الصادق والكاذب. وهنا الصحابة عارفين ومتأكدين إن الملائكة أبدا ما بيكذبوش، وإن هم عمرهم ما بيعصوا أمر ربنا أبدا، والأنبياء عمرهم ما بيكذبوا لأنهم لا ينطقون عن الهوى. وهنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لابن صياد خلط عليك الأمر. وهنا جه الاختبار التاني لابن صياد. ركز معايا بقى كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد إني خبأت لك خبيئة. واللي يقصده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنه مخبي حاجة جواه، وابن صياد لو بيعرف فعلا هيقدر يقولها. وفي رواية تانية في مسند أحمد بن حنبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبأ في صدره آية، والآية دي في سورة الدخان، والآية دي فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وفضل ابن صياد يحاول يتواصل مع المرضى، يحاول يعرف ايه اللي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر قال هو الدخ. وفضل يحاول مرة كمان ويقول هو الدخ، ويحاول تاني ويقول هو الدخ، وكأنه مش قادر يعرف لأن شيطانه بيكذب عليه، وطبعا ما يقدرش يعرف اللي في داخل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهو ده بالظبط اللي بيعمله الشياطين والمرضى من الشياطين، إن هو يسمع كلمة، يسمع جملة مش كاملة، وينقل الخبر ويألف عليه 100 كذبة تانية. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له وقتها اخسأ فلن تعد قدرك، يعني انت في الآخر مقدارك هو ده، انت كاهن مش أكتر، وإن عمرك ما هتوصل لمقدار الأنبياء ولا حتى الصالحين اللي ربنا بيلهمهم أحيانا من عنده. وهنا سمع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صوت سيف عمر بن الخطاب، وقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أتأذن لي فيه يا رسول الله أن أضرب عنقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه. يعني يا عمر لو كان هو ده فعلا المسيح الدجال مش هتقدر تقتله، لأنه اللي هيقدر يقتله هو سيدنا عيسى ابن مريم. طيب وهنا إن لم يكن هو يا رسول الله، إن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. هو مجرد كاهن لعبت عليه الشياطين، وده مش زي الساحر، ما بيضرش الناس، لأنه الساحر زي ما قلنا قبل كده مؤذي وبيضر الناس وبيفرق بين الأزواج، وكمان ممكن يتسبب أحيانا في قتل الناس. وبعد الموقف ده ذهب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكان معاه أبي بن كعب، وكانوا بيراقبوا عشان يتأكدوا منه إذا كان هو بس كاهن ولا كاهن وساحر. وحاولوا يراقبوه ويتخبوا ما بين الشجر عشان خاطر يسمعوا وهو بيتمتم بكلمات أو بيقول حاجات زي طلاسم، عشان يتأكدوا فعلا من إنه هو يا إما كاهن بس يا إما كاهن وساحر. وكان هنا ابن صياد نايم على الأرض وفعلا قاعد بيقول كلام مش مفهوم زي طلاسم. وهنا قرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معاه أبي بن كعب عشان يسمعوه كويس. واللي ما كانوش يعرفوه إن أم صياد نفسها كانت جنبهم وكانت شايفاهم، وهنا بدأت تنده عليه يا صافي يا صافي هذا محمد، يعني بتحذره إنه يسكت عشان ما يكشفوش أمره. انتبه ابن صياد وسكت. وهنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لو تركته بين، يعني بس لو كانت سابته كانوا قدروا يعرفوا إن هو كاهن ولا ساحر. ومرت السنين وبعدها انتقل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. كبر ابن صياد بقى راجل كبير، وكمان عينه كبرت معاه وبقى أعور، وعينه انتفخت وطلعت لبره لدرجة إنها بقت شبه الكوكب. يعني باختصار كده هو بقى فعلا في مواصفات المسيح الدجال. وبعديها انتشر الخبر بين الصحابة وبدأت الناس كلها تتكلم عن الموضوع ده. وفي يوم من الأيام وصل الخبر لعبد الله ابن عمر ابن الخطاب. وكان عبد الله في الحمية والغيرة اللي كانت موجودة في سيدنا عمر بن الخطاب، وكان من الناس اللي وصل لها ان ابن صياد اصبح اعور، وكان هو اصلا شاكك فيه ان هو المسيح الدجال. في يوم من الايام عبد الله ابن عمر بن الخطاب قابل ابن صياد وكان في ايده عصا، ووقتها عبد الله ما قدرش يمسك اعصابه وفضل ينزل في ابن صياد بالضرب بالعصايه لحد ما اتكسرت عليه.
وهو هنا بيضربه ومش حاسس بنفسه من كتر العصبية حصلت الكارثة. انتفخ ابن صياد، فضل ينتفخ ويكبر حجمه لحد ما سد الطريق عن الناس. وهنا في احتمالين، انه يكون هو فعلا دي مواصفات المسيح الدجال، لانه المفروض انه هينتفخ من غضبة يغضبها، او الاحتمال التاني يكون ده من اثار السحر، يعني الشياطين هي اللي فضلت تنفخ فيه كده. وبعدها عمر راح لاخته ام المؤمنين حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى لها الموقف كله. قالت له: رحمك الله، ما اردت من ابن صياد، اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما يخرج من غضبة، وان الغضبة دي اللي هيغضبها هتسبب في انتفاخ جسمه، وهي اللي هتفك السلاسل اللي هو مربوط بيها. والله اعلى واعلم، يقال ان هو هيخرج او الغضبة دي هتحصل نتيجة ظهور المهدي المنتظر، وهيبوظ كل المخططات اللي بيعملها ابليس واعوانه في الدنيا. لحد هنا خلصت قصة ابن صياد. لو عايزين تعرفوا مواصفات المسيح الدجال وامتى ظهوره وتفاصيل اكتر عنه، اكتبولي في التعليقات. وما تنسوش تدعموني باللايك والكومنت والشير، وتعملوا سبسكرايب على اليوتيوب. والسلام عليكم.